يا صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم دايما بخير يا رب. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. هنا كنا الصبح وجينا من صلاة العيد، فقلت بقى احط بقى البسكوتات والبونبوني والشوكولاتات، ورحت حطاهم كده في الحاجات بتاعتهم البونبونيرة والحاجة وايه، ورصيتهم كده على ترابيزة الانتريه. وقلنا بقى ايه، نقعد بقى نشوف هنعمل ايه بعدها. دي الحاجات كده برصها معاكم. شوكولاتات بقى على البان، على سوداني بقى يبهدل الدنيا. سوداني بقشره يا جماعة، اوعى تجيبوا سوداني متقشر بقشره عشان يبهدل الدنيا. هو دوت اللي هو الخروب. فقلت احطه كده، لازم انا ما غسلتوش، انا بغسله وبنشفه وبعدين اروح حطاه. انا هنا ما غسلتوش، يعني سبته كده، اللي عايز بقى بياخد يغسله يعني. لازم يتغسل يعني عشان بيبقى فيه تراب وبتاع. الحاجات دي بتتفرح جدا. وهنا السوداني بقشره بقى، ومعاه ايه، هنحط البلالين كده بقى فوقيه. لازم طول ما احنا قاعدين ننفخ البلالين. بص السوداني بقشره بقى بيبهدل الدنيا يعني. فحاجات حلوة. وكل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير يا رب دايما، وينعاد عليكم وعلينا باليمن والبركات ان شاء الله. فالبلالين اهيت. فقلنا بقى ننفخ واحنا قاعدين كده شوية. بس جميلة أوي، فرحة. لازم يا جماعة، عيد صغير عيد كبير لازم. كان ناقص الكحك والبسكوت يعني، بس ده عيد الأضحى مش عيد الصغير. هنا صينية بقى، هعمل صينية رقاق كده معاكم، وهتشوفوني بعملها ازاي. كله عارف الرقاق بيتعمل ازاي، بس هي خطوات بس بتفرق يعني، بسيطة يعني. انا هنا نص كيلو لحمة احطها على الصينية كده، ومعاها كده 4 بصلات كده كبار كده، رحت ضربهم في الكب، مش ضربة ناعمة، خشنة شوية. ومعاهم برضو 2 طماطم قطعتهم خرط صغيرة، 2 فلفل، وقرن فلفل احمر كده حامي مشطشط. بصوا، بيوديها في حتة تانية خالص يعني. وقلبيهم كلهم مع بعض كده وسيبيهم. وبعدين هنحط حبة زيت صغيرين، حبة صغيرين، لان هي فيها مادة دهنية، فانا مش عايزة كتير يعني. وهسيبهم يتشوحوا كده تشويحة بنت ناس. ودي صلصة انا مسبكاها عندي. عندك صلصة عادية علب حطي، معلقتين بس صلصة، ويعني 4 5 فصوص توم كده. بصوا حكاية، افرميهم كده وحطيهم. هحط ملح وفلفل وحبة حبهان، بس انا مش عايزة اغير طعم اللحمة. ملح فلفل اسود حبة حبهان، اي 1/4 معلقة كده، او حبة صغيرة يعني. بس وهقلبهم مع بعض وهسيبهم برضو ياخدوا ايه، تسبيكة بسيطة كده تاني وخلاص. اهم خلصوا كده وبقت جميلة. انا عندي هنا رقاق طري، عندي رقاق طري فتحته، لازم اغطيه عشان ما يلحقش ينشف. جميل جدا. حتى لو عايزه تعملي بالرقاق الناشف اعملي، او انا استسهلت الرقاق الطري على طول. عندك السمنه بتاعتك سيحيها شويه وحطيها، ادهني كده دهنه بنت ناس في الصينيه، وحطي بقى. وهنرص بقى ايه الرقاق بتاعنا، وهندهن كده ايه السمنه بتاعتنا. هنحط 4 ورقات من تحت و4 من فوق، 4 ورقات من تحت و4 من فوق كده 4. هندهن بس كده وهنحط اللحمة بتاعتنا. هي بتبقى 4، بتبقى حلوة جدا وطلعلك الخرطة جميلة جدا. الرقاق الطري يا جماعة حلو جدا وسريع وسهل، وليه كذا طريقة، مش طريقة واحدة يعني، ليه كذا طريقة. ممكن تعمليه زي اكن الشاورما السوري من فوق على البوتاجاز، حاجة سريعة كده، والصينية سريعة كله يعني، ليه كذا طريقة. وبيتطبق وبيتعمل زي الكريب. حطي بقى وادهني ال4 التانيين. كل رق ورق كده بس عشان يدينا اسمها ايه، الترويقة الحلوة. مورقة هي دي، مورقة كده. بس 4 ورقات تحت و4 فوق.
وهندخلهم كده من تحت. حاولي الحروف كده تروحي ايه ماسكه وتدخلي من تحت، يعني الورقه الاخيره مع الورق اللي فوق روحي دخلي مع اللي تحت، يعني انت عارفه إيه، امسكيها كده وروحي حطها في الصينيه. وهنقطعها بقى قبل ما ندخلها الفرن. قطعيها تقطيعه زي ما انت عايزه. انا اقطعها كده مثلثات. واكون مشغله الفرن بتاعي على 180، ما خدتش مثلا اقل من ربع ساعه تحت، يعني كل واحد حسب فرنه. ولعت شغلت الشوايه من فوق ثواني وخلاص. هنا نص كوبايه شوربه حلوه كده بتاعت لحمه، على نص كوبايه لبن ومعلقتين سمنه فيها. وحسب ما انتي بصي تشوفيها، عايزه تاني حطي، مش عايزه خلاص. نص كوبايه ونص كوبايه ومعلقتين سمنه، وقلبتهم. ما حطيتش ملح ولا فلفل حاجه لان الشوربه بتاعتي مملحه. دخلتها وولعت الشوايه عليها بعد كده، ادتني اللون ده. انا بحبها مقرمشه كده من بره وطريه من جوه. احنا هنا كنا مستعجلين عايزين ناكل يعني. ف... فبصوا مش هحطها بقى ولا اقلبها ولا احطها في صينيه تانية. بصي هي كده حلوه قوي يعني. اه بصي طلعت ومش لازقه ولا اي حاجه، وجميله جدا وطعمها تحفه جدا جدا حقيقي. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتم طيبين. بصوا المنظر جميلة جدا. ولو لسه ما دوستيش لايك دوسي لايك عشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الجرس. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.